يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه وسلموا طول المدى، فصلاتكم وسلامكم نورا لكم في أمسكم وبيومكم ولكم غدا. السلام عليكم ورحمة الله. اخباركم ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم كفتة داوود باشا. تعالوا معايا نشوف عملناها ازاي. من نص كيلو لحمة قدرنا نوفر كمية كويسة وتكفي كذا فرد. معايا نص كيلو لحمة، خدت منه ربع كيلو وعند ربع كيلو، ومعايا بصلاية كبيرة. هاخد اللحمة ولازم يكون تتأكدي ان فيها نسبة دهون وانت بتشتريها، وهحط معاها كمان البصلاية وهفرمه، وهبتدي ان انا افرمهم، وهضيف معاهم كمان نص قرن شطة سبايسي، علشان احنا هنا بنحب السبايسي في كل حاجة. دلوقتي هضيف البهارات اللي هي عبارة عن خلطة فلفل. خلطة الفلفل دي بتبقى مجموعة بهارات على بعضها، كل البهارات اللي تتخيلها محطوطة في الخلطة دي، بيجيبها من عند العطار، بتقول عايزة خلطة فلفل بيجيبها لك على طول. كمان معايا فلفل اسود. طبعا لما يكون لحمة مفرومة او اي نوع لحوم لازم معاها الفلفل الاسود على طول. كمان معايا كزبرة ناشفة، وكمان كاري، وممكن تحطي اي بهارات انت حباها، يعني حسب راحتك انت، حسب البهار اللي بتستطعميه في اللحمة. بعد كده هبتدي افرمها فرمة كويسة، ومعانا اتكونت معانا واتشكلت معانا. تقدري تشكليها كورة، تقدري تشكليها صوابع براحتك. شايفين قد ايه جامدة ومتماسكة؟ كمان لما هتستوي هتشوفوها ان هي متماسكة اكتر من كده كمان. بعد كده طبعا انا كنت هنا نسيت احط الملح، فهحطه وهرجع الف تاني برضو لفة، وهوريها لكم برضو بعد اضافة الملح. برضو نفس القصة، برضو جامدة ومتماسكة، لان في ناس بتقول ان لما بعد اضافة الملح فبتخلي البصلاية تطلع المية اللي فيها. لا، ده الكلام ده محصلش خالص. ولو انت كمان حابة تتأكدي ان هي مش هتفك معاك، ممكن تضيفي لها مقلعة بقسماط او مقلعة دقيق، حسب برضو الرغبة وحسب ما انت عاوزة. بس انا هنا شايفة ان هي متماسكة ومش محتاجة. هنا انا معايا مقلعتين دقيق. المقلعتين الدقيق دولت بعد ما هتشكلي اللحمة المفرومة بتاعتك، هتبتدي ان انتي تغلفيها تغليفة خفيفة جدا جدا، ده علشان ما تلزقش في الطاسة بتاعتك وانت بتحمريها. لازم الخطوة دي يا جماعة تحمريها قبل ما تدخليها صلصة. هنشكل كذا كرة كده، وهتشوفوا الكمية معايا رمت قد ايه بالشكل ده. لو وصلتوا لغاية هنا صلوا على النبي ودعموني باللايك والشير، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. هنا انا غلطت غلطة، انا استخدمت حلة من النوع اللي بيلزق، فياريت انت ما تقعش في الغلطة ديت، وتعملي تشوفي طاسة كده بنت حلال ما بتلزقش فيها. هستغل طبعا الوقت وهفرم كام طماطمية كده، برضو على حسب انتي بتحبي الصلصة كتيرة او قليلة. انا هنا فرمت الطماطم، وكمان هستغل الوقت برضو وهقطع برضو كام بطاطسية كده، برضو على حسب عدد افراد الاسرة وعلى حسب ما انت عاوزة. هنا الكمية اللي انا عملتها كانت بتكفي ممكن 4-5 افراد. وعملت جنبيها طبعا تعملي تتاكل برز، تتاكل بشعرية تاكليها برز، تاكليها بعيش براحتك. هنزل بفص توم، انا عندي هنا التوم كنت مفرزاه، هنزل بفص توم كده معاه علشان برضو اللحمة بتاعتي تاخد من طعم التوم. بعد كده البطاطس، بنزل كده بالبطاطس، وبعدين هنزل بعصير الطماطم. عندك صلصة برضو ممكن تحطيها، برضو الاختيار ليكي، عايزة تقطعي فيها برضو فلفل، تحطي فيها قرون شطة براحتك خالص، عايزة تحطي كمان معاها بصلاية حلوة كده برضو براحتك، بس احنا قلنا نعملها خفافي. هنا برضو انا كان عندي حطيت مقلعة سكر علشان طبعا الحموضة بتاعت الصلصة. بعد كده هبتدي انزل بكل البهارات اللي حطيتها في الكفتة نفسها، اللي هي خلطة فلفل وكم فلفل اسود
وكزبرة ناشفة. والاضافة بتاعتي بقى الكمون. لما تعملي صلصة طماطم لازم يكون معاها الكمون. الكمون ده برضو بيودي معاكي الصلصة، بيخليها طعم كده صلصة الكشري، وكمان الريحة بتكون ولا اروع يعني. جربي ومش هتندمي. معايا فص حبهان برضو اختياري، عايزة تحطيه حطي، انا فضيته علشان ما يطلعش كده في مع حد وهو بياكل ويبقى كده طعمه مش كويس. بس كده ببتدي بقى اسيبها تتسبك مع بعضيها. طبعا بضيف شوية شوربة، مقلعتين 3 كده شوربة. مش حابة برضو الخطوة دي، هي كده كده اللحمة هتنزل الشوربة بتاعتها، بس انا عشان حسيت هنا ان الطماطم قليلة شوية، فعشان ما غامرش والاقيها لزقت مني في الاخر. شايفين قد ايه متماسكة الكورة بكورتها، ولو حتى عايزة تعملها صوابع برضو بتكون برضو نفس النظام، متماسكة وهشة من جوه وزي الفل. هنا كانت استوت معايا واتسبكت زي ما انتوا شايفين. البطاطس طبعا كان لسه لها تكة بسيطة، وهي هنا تعتبر كمان استوت عادي. هنا يعني كده خلاص جاهزة على الأكل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين أجمعين يا رب العالمين. بعد كده بعد ما شايفين القوام بتاع الصلصة بتاعي تقل يعني، بصوا لو في عيش دلوقتي هتتاكل أكل. غرفت هنا كده طبق رز كده كويس. طبعا انتوا شايفين الشطة معايا في كل حاجة، احنا عيلة بتحط بالشطة من الآخر. هغرف كده. عايزة اقول لكم اتنسف ما فضش منها اي حاجة. اللحمة مستوية معايا، والبطاطس برضه نفس القصة مستوية، والطعم خطير ولا في الخيال. جربوها، ولو عجبتكم اكتبولي في الكومنتات، ولو عايزين نعمل معكم اي حاجة تانية اكتبولي برضه. شكرا، باي.